في قديم الزمان، في مملكة عظيمة تحيط بها الجبال والغابات، كان هناك ملك عادل لكنه سريع الغضب. عاش هذا الملك في قصره الفاخر محاطا بالخدم والجنود، وكان من بين خدمه رجل مخلص يدعى سالم. كان سالم يخدم الملك منذ سنوات طويلة بإخلاص، يعد له الطعام، ويرافقه في رحلاته، ويؤدي كل واجباته بصدق. لم يكن يطلب شيئا سوى رضا الملك، وكان يراه كأب روحي له، إذ أفنى شبابه في خدمته دون تذمر. وذات يوم، بينما كان سالم يقدم للملك طعام الغداء في قاعة العرش، تعثر فجأة وسقط الطبق الفاخر على ثياب الملك. تجمدت القاعة بأكملها، وصمت الجميع وهم يحدقون في الملك، الذي احمر وجهه من الغضب. نهض الملك بسرعة، وحدق في سالم بعينين متقدتين، ثم صاح بصوت هادر: كيف تجرؤ على تلطيخ ثيابي أيها الأحمق؟ لن أسمح لك بالبقاء يوما آخر في قصري. لم يكن سالم يتوقع هذا الغضب العارم، فركع أمام الملك وقال متوسلا: مولاي، لم يكن ذلك إلا حادثا، أقسم لك أنني لم أقصد ذلك. لكن الملك لم يبال بكلماته، وأمر حراسه بجره إلى ساحة القصر، ثم التفت إليهم وقال بصرامة: ضعوه في قفص الكلب الجائع حتى يأكله عقابا على إهماله. ارتعد الجميع من هذا القرار، فالكلب الذي يتحدث عنه الملك كان شرسا، وقد ظل جائعا لأيام طويلة ليصبح أكثر وحشية. بينما كان الحراس يقتدون سالم إلى مصيره المظلم، استجمع قواه وقال بصوت هادئ: مولاي، لي طلب أخير قبل تنفيذ الحكم. أومأ الملك برأسه وقال: وما هو؟ قال سالم: امنحني 10 أيام لأعود إلى قريتي وأودع زوجتي وأطفالي، ثم سأعود بنفسي لتطبيق الحكم. تأمل الملك في كلماته، ثم ضحك بسخرية وقال: وما يضمن لي أنك ستعود؟ أجاد سالم بثقة: مولاي، لقد خدمتك لسنوات ولم أخنك قط، فهل سأخونك الآن؟ فكر الملك قليلا، ثم أشار إلى الحراس وقال: أطلقوه، ولكن ليعلم أنه إن لم يعد في الموعد المحدد، فسأرسل جنودي لإبادة قريته بأكملها. وافق سالم وانحنى احتراما للملك، ثم غادر القصر، ولكن لم يذهب إلى قريته كما ادعى. بدلا من العودة إلى قريته، بدأ سالم بتنفيذ خطة مختلفة. كان كل يوم يذهب إلى سوق المدينة، يشتري اللحم، ثم يتسلل ليلما إلى قفص الكلب الجائع، ويلقي له قطع اللحم سرا. في البداية، كان الكلب يزمجر ويكشر عن أنيابه، لكنه مع مرور الأيام بدأ يهدأ شيئا فشيئا. وبعد عدة أيام، صار يقترب من سالم بحذر، ثم بدأ يهز ذيله كلما رآه. وفي اليوم العاشر، حين دخل سالم إلى القفص، فوجئ بأن الكلب لم يعد يخافه، بل أخذ يلعق يديه بامتنان. كان الحراس يراقبونه أحيانا باستغراب، لكنهم لم يشكوا في شيء، إذ كانوا يعتقدون أن سالم يودع المكان قبل موته. انتهت الأيام 10، وعاد سالم إلى القصر كما وعد. اندهش الجميع من وفائه بوعده، حتى الملك نفسه شعر بالدهشة، لكنه لم يتراجع عن قراره. أمر الملك بإدخاله إلى القفص، وانتظر الجميع لحظة الفتك به، لكن ما حدث كان معجزة. بدلا من أن يهجم الكلب على سالم، اقترب منه وبدأ يلعق وجهه، ثم استلقى عند قدميه كأنه يعلن ولاءه له. انتشر الهمس بين الحاضرين، وتعالت أصوات الدهشة، حتى أن الملك نفسه وقف من عرشه وهو لا يصدق ما يرى. ما الذي يحدث هنا؟ لماذا لم يهاجمك الكلب؟ نظر سالم إلى الملك بعينين حزينتين وقال: مولاي، هذا الكلب لم ينسى المعروف الذي قدمته له ل10 أيام، فكيف نسيت أنت خدمتي لسنوات طويلة؟ ساد الصمت في القاعة، وشعر الملك بالخجل من نفسه. أدرك أنه ظلم سالم، وأنه تسرع في الحكم عليه. تنهد بعمق، ثم قال بصوت هادئ: لقد تعلمت درسا لن أنساه أبدا. سامحني يا سالم. انحنى سالم احتراما وقال: غفر الله لنا جميعا مولاي. ومنذ ذلك اليوم، تغير الملك، وصار أكثر رحمة وعدلا. أما سالم، فقد أصبح أحد أقرب المقربين للملك،
وعاش بقية حياته مكرما في قصره، والكلب الوفي بجانبه كصديق مخلص.